أقول حاجة. اتفضل. سهر الليالي ملهاش علاقة بحوارنا يعني، بس أنا يعني اختلفت مع المؤلف، مع تامر، ومع المخرج على تامر مشهد حبيب وهاني خليفة. في اللي مكتوب كان في السيناريو. الدور اللي عملته شو اسمه، جيهان فاضل، كان العلاقة مع اللي بيدربها على الخيل، اللي مكتوب بيحصل علاقة كاملة مرتين بالفيلم. أنا اعترضت على المشهد ده في الاسطبل. مش لأسباب أخلاقية خالص يعني، لأسباب إنه إذا بدك تعمل المشهد ده بدك تأثر على نهاية الفيلم. إنه المشهد ينتهي، بتقف عند لحظة معينة ما بتتمش العلاقة. واختلفنا وقالوا لي خلينا نصور وبعدين نشيله في المونتاج وهذا، بس لغاية دلوقتي بحب يعني وتبين رأيي صح، لأنه سألت ناس كثير بعدين خاصة عائلات. والفيلم بدأ بالسينما شباب وبنات صغيرين، الأسبوع الثاني والأسبوع اللي بعديه صارت العائلات كلها تروح. فقصدي من المحاور من الكلام ده إنه في حاجات مرات بحس الواحد من قراءة السيناريو. بدك تعمل العملية دي يا تامر، غير الفينالي، غير علاقاتهم. احنا يكفي بسهر الليالي الناس واخده بالها، طبعا مش محدش مش واخد باله انه اول فيلم بيحكي على علاقه جيرل فريند وبوي فريند، شريف منير وعلا غانم، ما كانتش يعني مطروقه خالص. فبس حبيت اقول هالملاحظه لانه يعني مرات كثيره مشهد واحد ممكن يروح فيلم.